عاملين ايه؟ النهارده معانا اخبار جميله جدا عن تحديث ال1 يو اي 8 المبني على اندرويد 16، التحديث القوي والجديد من سامسونج. كل الاخبار اللي هنتكلم عنها النهارده هي رسم موقع سامسونج نيوز، وكل ده هنشوفه مع بعضينا دلوقتي، وهجاوبك على كام سؤال مهمين جدا بخصوص التحديث. اول سؤال محير ناس كتير هو ازاي التحديث نزل بشكل رسمي على اجهزه الزي فولد 7 والزي فليب 7، وفي نفس الوقت لسه لحد دلوقتي سامسونج ما اطلقتش النسخه الرسمية المستقرة، او لسه لحد دلوقتي كمان اصدروا بيتا 4. ده كلام مظبوط فعلا، هي النسخة الرسمية نزلت على الزي فولد 7 وفليب 7 شهر 7 شهر يوليو، ولكن فعلا لسه شغالين على البيتا ونزلوا بيتا 4. وده على فكرة مش غريب، ده شفناه مع ال1 يو اي 7 لما نزل مع الاس 25 الترا في يناير، ولقينا النسخة المستقرة الرسمية نزلت في شهر 4 شهر ابريل، وكان قبليها في نسخ بيتا تانية نزلت بعد التحديث. فده مش غريب، ده شفناه مع الوان يو اي 7، ودي حاجة حلوة لانه يعتبر التحديث نزل بدري شوية مع اجهزة الزي فولد 7 وفليب 7. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ احنا دلوقتي وصلنا لبيتا 4. الحلو هنا وقدامك اهو حسب موقع سامسونج نيوز ان سامسونج بتشتغل على توسيع برنامج البيتا، برنامج التجريبي لل1 يو اي 8 اللي مع الاندرويد 16. وهي على حسب كلام المقالة هنا فبداية من الاسبوع المقبل اللي احنا فيه او اللي انت هتشوف فيه الفيديو دلوقتي، يعني من اول 11 12 اغسطس اللي احنا فيه، هيبدأ يوصل تحديث ال1 يو اي 8 النسخة البيتا لأجهزة أكتر. هو في الأول بدأ ينزل على سلسلة الاس 25 فقط، حصرا على الأجهزة دي، لكن دلوقتي مع توسيع البرنامج زي ما سامسونج قالت لك أهو هنبدأ نشوف التحديث مع أجهزة تانية، طبعا سلسلة الاس 24 وسلسلة الزي فولد 6 والزي فليب 6. والكلام ده هيبقى من حوالي منتصف أغسطس اللي احنا فيه كده لحد سبتمبر، وهيوصل لأربع دول. طبعا عندنا كوريا، وعندنا الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا والهند. دي الأربع دول أو أول أربع دول هيبدأ توسيع فيهم برنامج البيتا من سامسونج. المفاجأة هنا إنه كمان هيبدأ يوصل لسلسلة الاس 23، ودي طبعا حاجة مش معتادة على سامسونج، هي كانت بتنزل نسخ البيتا لآخر سلسلة من الاس عندها. لا احنا هنشوف دلوقتي مع الاس 24 وكمان الاس 23 هيبدأ يوصل له نسخ البيتا عشان يتم تجربتها ويشوفوا التعليقات بتاعة المستخدمين، عشان لو هيعدلوا حاجة او لو حد لاحظ حاجة. كمان المفاجأة هنا انه هيبدأ كمان يوصل لأجهزة من سلسلة الاي، وده موضوع غريب جدا بالنسبة لي، اي 55 اي 35 واي 36، بعض من أجهزة الاي المحدودة اللي هيبدأ يوصل لها نسخ البيتا التجريبية قبل حتى ما يتم إصدار النسخة المستقرة. وحابب أكد تاني، نسخ البيتا دي بتوصل لموبايلات معينة في دول معينة، مش أي دولة تقدر يوصل ليك التحديث. يعني حتى لو انت في اي دولة تانية ومعاك الاس 24 او الاس 23 او الاس 25 مش هتعرف تستخدم نسخ البيتا دي بشكل رسمي، مركز معايا، بشكل رسمي من سامسونج، غير لما تكون في الدولة اللي مدعوم فيها تحديث البيتا من سامسونج. لكن طبعا في ناس ممكن تنزل نسخ البيتا دي بطريقة تانية غير رسمية من سامسونج عن طريق المواقع والكلام ده، بس احنا مش جايين نتكلم على النقطة دي. طيب دلوقتي ميعاد التحديث هينزل امتى؟ التحديث دلوقتي النسخة المستقرة هيطلقوها امتى؟ حسب كلام سامسونج برضه ومن المتوقع النسخة المستقرة هتبدأ تنزل في نهاية سبتمبر، نهاية شهر 9 هيبقى معانا ان شاء الله تحديث ال1 يو اي 8 النسخة المستقرة. فاحنا معانا حوالي من شهر لشهر ونص، ده هيتم فيه اختبار التحديث نسخ بيتا تانية مع الأجهزة أو السلاسل الجديدة زي ما وسعوا البرنامج وقالوا لنا. وفي نهاية سبتمبر هيبدأ بقى إطلاق التحديث بالنسخة المستقرة. الجدول المتوقع لوصول التحديث هيبقى كالآتي: معاك من نهاية سبتمبر لحد نهاية أكتوبر، يعني حوالي الشهر ده، هيبدأ يوصل سلسلة الاس 25 كلها، اللي هي اس 25 الترا والعادي والبلس، مع كمان أجهزة الزي فولد 7 والزي فليب 7. أيوة دي الأجهزة اللي نازلة ب1 يو اي 8 نفسها، ولكن طبعا هيوصل لها تحديث، يعني زي ما يكون كده هيستكملوا باقي التحديث أو النسخة اللي وصلوا ليها، ودي حاجة ما فيهاش أي مشكلة، واحنا زي ما قلت لك شفناها قبل كده مع ال1 يو اي 7. وهيبدأ يوصل في نفس الشهر برضو، ده توقعات يعني، للاس 10 الترا، تاب اس 10 الترا. وعندنا في شهر نوفمبر بقى هيبدأ نشوف سلسلة الاس 24 كلها، العادي والبلس والالترا، ومعاها كمان سلسلة الاس 23 ونسخ الاف اي من الاس 24 اف اي،
وعندك باقي سلسلة الاس تاب 10 والاس تاب 9 الترا. فتقدر تقول كده في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر هيبدأ يكون وصل لاغلب اجهزة الفلاج شيب من سامسونج. معانا في اخر شهر ديسمبر اي اجهزة فلاج شيب لسه ما وصلهاش التحديث هيبدأ يوصل لها. وباقي اجهزة التاب الاس 8 بقى والاس 22 وبعض الموبايلات من الزي فولد 5 وفليب 5، كل الموبايلات دي ان شاء الله مع نهاية السنة هيكون وصل لها التحديث. ومش عايز نسبة الاحداث، لكن كمان ممكن يوصل لبعض اجهزة الاي في شهر 12، ومش بعيد اصلا يخلصوا كل الاجهزة في شهر 12. لكن يا عم خلينا نكون متشائمين بقى، ولو التحديث هيتأخر قوي يعني، فمعانا في شهر يناير يكون اغلب الاجهزة وصل لها التحديث. طبعا في شهر يناير هيكون اطلاق الاس 26 الترا ان شاء الله، او سلسله الاس 26، ودي من المتوقع انها تنزل مع اصدار جديد اللي هو الوان يو اي 8.5. طبعا هتبقى نسخه محدثه من الوان يو اي، وغالبا يعني هيبقى فيها شويه مميزات ذكاء اصطناعي مش موجوده غير في الالترا الجديد. خلينا نشوف هيعملوا ايه. طبعا حابب اقول ان كل مواعيد دي مواعيد بدري، خلاص بقى احنا كده معانا الوان يو اي 8 يعتبر هتنزل بنهايه سبتمبر او اول اكتوبر. يعني عدنا للمواعيد بتاعتنا، يعني السنين اللي قبل كده كانت سامسونج بتطلق النسخة النهائية في شهر اكتوبر، فاحنا يعتبر من اول اكتوبر ان شاء الله التحديث هيبقى معانا. طبعا مستنيكم في الكومنتات تسألوني الاسئلة اللي محيراكم، واكتر الاسئلة عايزين تعرفوها عن تحديث الوان يو اي 8 مع الاندرويد 16. واتمنى يكون الفيديو عجبك. مع السلامة.